وبعدين بقى يا عم والله العظيم هم كلموني كده يا عم عبد الرحمن وقالوا لي ايه هننزل نتقابل في مكان مش عارف اسمه ايه، من الساعه 4 وهنقعد من 4 ل 7 وهنصور حاجه كده اسمها سلسله الذكاء الاجتماعي وحاجات كده وقالوا لي هنتقابل. رحت هناك يا عم ما لقيتش مايكات وحتى الاضاءه كانت ضعيف والمكان مش احسن مكان للتصوير وحاجات كتير كده وعايزين نصور التليفون يا جماعه في الكاميرا بكانون ومش عارف ايه وجايبين لي اضاءه واحده مش عارفه ايه لونها ايه واحده مش عارف. انت عارف انا كنت بقول ايه؟ قول كده من الاول تاني. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ اللي الشخص التاني ده عمله معايا اسميه ايه؟ اسميه عدم اهتمام ولا تجاهل؟ لا، هو من الاخر اسمه استماع مزيف، وده مش من مهارات الذكاء الاجتماعي خالص. في ناس كتير بتعشق الكلام وفي ناس بتحب قوي اللي يسمعها وبالذات لو سمعها باهتمام. ولو انت عايز تكون شخص مؤثر في اللي حواليك لازم تتعلم مهارة الاستماع الجيد، انك تسمع حد مستواه، انك تسمع صوت بس او صوت وكلمات او صوت وكلمات ومعنى. او المستوى الرابع والجميل هو الذكاء الاجتماعي. واخد بالك انت؟ ممكن حد يجي يقول لك يا عم انا تعبت من الشغل، ممكن حد يرد عليه ويقول له طب ما تسيب الشغل. وده رد سلبي ما ينفعش. انت تقول له ايه؟ طب تعالى بس يا عم ايه اللي مضايقك؟ الوقت ولا كو ولا الناس اللي هناك؟ ممكن حد يجي يقول لي انت ممكن تكون بتنافق اللي قدامك، اقول لك لا دي مساعده وطاقه ايجابيه، وبعد مرات كتير الشخص ده هيجي يحكي لك لوحده وتكون كسبت احترامه وثقته. في ناس كتير بتغلط قوي ان هم يسمعوا اللي قدامهم، يا بيقطع كلامه بسرعه يا بينصحه بسرعه عشان عايز يكروته يا بيقلل من كلامه ويتفه منه. او الرابعه والاخطر وهو انك تحكي قصتك، ودي مش حاجه كويسه خالص ان حد يكون بيحكي لك فانت تقول له تصدق ده انا حصل معايا زي ما حصل معاك بالظبط ده طبعا غلط. هو جاي يحكي لك علشان تسمعه مش علشان تقول اللي عندك. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله لازم نقول لك مهارة تطبقها لحد الفيديو جاي، وهي سؤال تسأله. انت هتقول اللي قدامك انا فهمتك كويس بس ممكن توضح لي اكتر، والسؤال ده اسمه سؤال التوضيح. طب ليه بنسأله؟ علشان ما تفهمش اللي قدامك غلط وعلشان تكون فهمت المعنى 100% من ورا كلامه، وده بيخلي الشخص يحس انك مهتم بكلامه ويكمل كلامه فعلا. زي بالظبط ان حد يجي يقول لك على فكرة انا متضايق منك، قبل ما ترد عليه وتخش في خلاف وبدال او تحاول تبرر حتى قول له طب ماشي انت متضايق مني في ايه بالظبط؟ احكي لي، اشرح لي، فهمني او عاتبني، وهو بعدها هيبدا يشرح لك بوضوح ويهدى وتبداوا تتعاملوا صح. ممكن حد يجي بكل بساطه يقول لي في التعليقات السلسله اللي انت بتعملها دي سيئه جدا او وحش، واقوم قايل له طيب فهمني بالراحه ايه اللي مش عاجبك فيها بالظبط واديني فيدباك احسن بيه من نفسي واطور في السلسله واعمل لك احسن ما عندي. واخيرا في الفيديو الجاي هنخش على اهم مهاره عمليه وهي التواصل الواضح مع الغير. استنونا.